تحية كبيرة معاكم نويرة. أخيرا بعد 8 ساعات سفر وكماين وتفتيش وصلنا لساحرة الجنوب مدينة دهب، والمرة دي أنا حاجز في كامب بادية. تعالوا نشوفه مع بعض عامل إيه. صباح الخير. أنا حاجز مع شركة ديزني لاند غرفة دبل. جاهزة؟ يلا بينا. إن شاء الله الغرفة واسعة ونظيفة زي ما انتوا شايفين، كمان الغرفة مكيفة وفيها حمام داخلي جميل جدا. لما بطلع لايف ناس كتير بتسألني كامب ولا فندق ولا شاليه. انا هقولك المعايير اللي انت ممكن تحدد عليها وانت اختار المناسب ليك. لو انت من الناس اللي عايزة مكان على قد النوم ويكون مريح ونضيف وانت اصلا كده كده طول النهار بره بتعمل اكتيفيتيز، فانا رشح لك انك تنزل في كامب. وكامب بادية كقيمة مقابل سعر ممتاز جدا. الغرفة الدبل بتبدأ من حوالي 600 جنيه، وده برضه بيختلف حسب وقت الحجز، لأن طبعا في المواسم والأعياد بيكون الأسعار يعني أغلى شوية. أما بقى لو أنت من الناس اللي بتحب قعدة الفندق والبلبطة في حمام السباحة، خصوصا لو جاي شهر عسل، فأنا أنصحك بالفندق أفضل. ولو انتم أسرة كبيرة ومعاكم عربية وعايزين مكان واسع وهتحجز مدة كبيرة، يبقى الشاليه في العاصلة مناسب جدا، لكن خلي بالك انه بعيد شوية عن وسط البلد، علشان كده لازم يكون معاك عربية. بس كده يا سيدي، ولو انت عايز تتواصل مع الكامب هسيب الرقم في الوصف. ودي كانت نهاية حلقتنا، لكن مش نهاية فيديوهاتنا عن دهب. والسلام.